لقطات ما خدتش بالك منها في ماتش الزمالك وسيراميكا. عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا في الاول قبل ما اتكلم على اللقطات المهمه اللي معانا النهارده ان شاء الله. انا شفت المؤتمر الصحفي لجروس بعد المباراه، قال حاجات مهمه جدا جدا جدا. منها ايه مثلا؟ الراجل قال ان انا لعبت بالاجانب اللي موجودين في الفريق، اللي هو قصده يعني على الجزيري وعلى كونراد، المفترض ان هم محترفين، المفترض ان يبقى ادائهم افضل. الراجل قال كده بالظبط، ان هو طبيعي الراجل جاي شاف ناس اجانب فلعبهم. طب ده معناه ايه يا جماعه؟ الراجل لسه ما عرفش اللعيبه يا جماعه، وده شيء طبيعي ومتوقع جدا، وده انا قلته امبارح. الراجل لسه، انا حتى التغييرات هتلاقي امير عزمي مجاد عاملها او محمد علاء، هتلاقي الناس اللي معاهم اللي عاملينها، وده طبيعي. الراجل لسه. جوميز اول ما جه يا جماعه ما كانش بيقدم اداء كويس، الناس بس نسيت يا جماعه، لكن لا في استحواذ ولا كان في حاجه، فالناس بس طبيعي. هو خلي بالك اقول لك على حاجه، بس جروس افكاره مختلفه عن جوميز في حاجات كتيره، فهو ممكن لعيبه معينه تمشي معاه ولعيبه لا، عكس جوميز. يعني في لعيبه مع جوميز مستحيل تمشي مع جوميز، مع جروس لا. هو كل واحد وفكره. اوباما يمشي مع جروس مثلا، ما يمشيش مع جوميز كده. كل مدرب ليه فكره. جروس هياخد وقت عمال ما يوظف اللعيبه، زي قبل كده ما وظف عبد الله جمعه باك شمال وطور من ده وعمل ده، فالطبيعي جدا ان هو هياخد وقت عمال ما يعرف اللعيبه اللي موجوده. هو تقريبا درب الونش وزيزو بس لو انا فاكر، يعني تقريبا فقط، ما دربش اي حد تاني من الفريق، فطبيعي هياخد وقت عمال ما يعرف ده وده وده مركزه ايه، ده افضل مكان لايه، فده طبيعي جدا. وده التصريح ده دليل. بس الراجل بيقول لك ايه؟ انا لعبت اجانب، والتصريح ده كارثه في حاجه ثانيه. عارف ايه هو؟ ان الاجانب ما عملوش حاجه يا جماعه، ان هو الراجل بيطلع بينتقد بس من تحت لتحت، يعني بينتقد بحته الصياعه. ان انا بدات بالاجانب ما صنعوش الفارق، كان زيهم زي المصريين، ودي دي حاجه غريبه جدا يا جماعه. طبعا للاسف الجزيري ما كانش كويس، وكونراد انا شايفه ان هو كان ممكن شلب اللي يطلع، مش كونراد، ولكن كونراد برده ما كسرش الدنيا. كونراد ما عملش ولا تسديده، ما صنعش ولا فوق، ما عملش حاجه، خسر الكره 3 4 مرات، فكونراد برده ما كسرش الدنيا. فهو عنده حق فكره ان دول لعيبه اجانب وبالمستوى ده، خدت بالك بقى هنا الفكره. فهو ده اللي في دماغه، ان هو عايز يشوف اللعيبه الاجانب واللعيبه المصريين. طب الراجل قال تصريح تاني برده غريب لازم نقف عنده. الراجل قال ان الجهاز الطبي قال ان ناصر ماهر سليم 100%. ناصر ماهر نزل، وسبحان الله على فكره جروس ما بداش بيه ولا نزله بين الشوطين، حتى تحس ان هو ما كانش عايز ينزله، يعني هو احساس جواه. وممكن يكون فعلا الجهاز الفني اللي هو ما يعرفش مين ناصر ماهر يا جماعه. هو لسه طبعا عارفه اسم، ما يعرفش ايه مواصفاته، ما يعرفش ايه مميزاته، ما يعرفش ايه عيوبه اللي ممكن تبقى عيوب في خطه جوميز، خد بالك من دي، ومميزاته اللي ممكن جوميز يطورها، كل ده لسه هيعرفه. بس الراجل قال لك ان هو سليم 100%، عشان كده انا لعبته، وفجاه طلع لسه مصاب واشتكى. طب دي مشكله مين يا جماعه؟ او بالعقل كده، يعني هو الراجل دلوقتي نزله طلع لسه مصاب، الجهاز الطبي فين؟ الدكتور محمد اسامه من الناس المحترمه الزملكاويه، ناس راجل تقيل جدا جدا، والناس اللي معاه طبعا الدكاتره اللي معاه والناس المساعدين اللي معاه ناس محترمه وبقالهم سنين في الزمالك. بس دي حاجه غريبه، احنا عايزين ناصر ماهر. ناصر ماهر ممكن اصابته تتفاقم وتزيد، عشان بس الناس تبقى فاهمه. يعني ممكن ناصر ماهر لو كان لو ريح المباراه دي كان لاعب عادي، لا انت كدكتور قلت له ان هو سليم 100%، فانا كمدير فني هلعبه. انا المدير الفني يا جماعه ملوش دعوه بالطبي، انا سالت الدكتور ناصر ماهر سليم، تدي 100% سليم، يبقى هلعبه صح ولا بالهداوه كده، ده المنطقي والطبيعي. ولكن للاسف ناصر ماهر ما كانش سليم 100%، دي مشكله كبيره، ودي مش اول مره تحصل، حصلت مع الونش قبل كده لو الناس فاكره، ونزل ولعب وصابته رجع تاني صليبي لو الناس فاكره يا جماعه، وقعد سنه تانية قاعد، يعني سنتين ورا بعض قاعد في البيت الونش، مشكله كبيره. فاتمنى يا جماعه نركز والنبي، احنا في عرض لعيب، احنا اصلا الفرقه ملط، خط هجوم سيراميكا تاني، خط هجوم سيراميكا كاسامي افراد اقوى من الزمالك. لو قارنت كده زلاكا والقندوسي وكام لعيب اقوى من الزمالك، فدي مشكله كبيره عندنا في السكواد، ودي مشكله لازم تروح لمجلس الاداره. اي تخاذل في ملف الصفقات في يناير تبقى مشكله كبيره جدا. للناس برضو نسيت يا جماعه، احنا السنه دي في الدوري ما لعبناش ماتش حلو غير غزل المحله، الناس بس نسيت. احنا البنك الاهلي كسبنا بضربه جزاء في اخر دقيقه، ماشي، وضربه جزاء مثلا ما كانتش تدخل، لا ضربه في ايد اللعيب كانت ممكن عادي ما تتحسبش مثلا. سموحه ما كناش حلوين، المصري خسرنا، غزل المحله الماتش الوحيد اللي احنا لعبناه، غير كده ما لعبناش. على العموم يا جماعه اللي حصل حصل، خلاص تعادلنا. وعلى فكره المباراه دي بالشكل ده كنا ممكن نخسره، ولكن المهم بقى في اللي جاي. وانما يا جماعه الناس المساعدين مع جروس يفهموه اكتر خصائص اللعيبه، ده ميزته ايه، ده ممكن يبقى موجود فين، ده مش عارف ايه، نفهمه. مش شرط نلعب بالاجانب لما هم وحشين، عادي نلعب بالناس المصريين لحد يناير. فده اللي المفروض يا جماعه المساعدين بقى يعملوه، لان التغييرات حتى مش تغييراته، هو ما يعرفش محمد حمدي ولا يعرف ده، فلازم يا جماعه والنبي الناس المساعدين تبقى مركزه اكتر من كده، ان الراجل هياخد وقت، وده طبيعي جدا ان الراجل هياخد وقت للاسف. وده حظنا السيء ان جوميز مشى في توقيت كله ماتشات. عارف لو في توقف دولي شهر ولا حاجه، او توقف شهر، انا بقول لك اهو اي نقطه يخسرها جروس بذنبه. لكن لا يا جماعه دلوقتي مش هقدر اكلمه لكام مباراه كمان، الراجل جاي في توقيت كل يومين عندك ماتش،
وماتش تقيل قدام فريق بينافس، هنعمل ايه؟ ده حظنا السيء. حظنا ده ممكن نعدله بصفقات في يناير والصبر على جروس، واتمنى من الله ان ربنا يوفقنا حتى لو احنا وحشين في بعض الماتشات، يا ريت نحاول ان احنا نكسب. نيجي بقى لاهم حاجه في فيديو النهارده، اسم الفيديو لقطات ما خدتش بالك منها. بصوا يا جماعه، انا امبارح اتكلمت على فكره ان فريق سيراميكا كان بيخترقنا بسهوله جدا، ان مفيش ضغط على اللاعب دايما اللي معاه الكوره، وبنلعب على مصيده التسلل واللعيبه كلها واقفه غلط، وده هياخد وقت. انا قلت ده حرفيا، مش ده بقى اللي انا جاي اقوله النهارده. النهارده هتكلم في ايه بقى؟ على ظاهره غريبه كانت في المباراه، ان جروس من الولايه الاولى ودايما بيحب يعمل ايه؟ يفتح الملعب بالباكات، الوينجرز يخشوا لقلب الملعب، نعمل كثافه جوه ال 18. ده اللي هو على فكره انا قلته قبل ما يجي، وهو قاله في المؤتمر الصحفي. ده بقى هيبقى فيه مشكله هتقابل نادي الزمالك فيه. ليه بقى؟ لان اللاعب اللي كان بيخرج بالكوره من تحت هو احمد فتوح. تقول ايه ده جو؟ احمد فتوح كان بيخش نص الملعب. فتوح دخل في المباراه كلها 3 مرات بس نص الملعب، منهم مره كانت مس باص تردت عليها مرتده كانت هتيجي جول اصلا. ففتوح لعب كباك شمال صريح فاتح عرض الملعب. هنشوف ده بقى بالصور واوريك ده اثر ازاي على نادي الزمالك. لما انت شايف بالصوره قدامك، بص الكوره مع دونجا، الطبيعي يا جماعه ان كان فتوح بيضم نص الملعب جنب دونجا عشان نعمل احنا كثافه، احنا لينا احنا في نص الملعب اثناء الخروج بالكوره، عشان ما يبقاش في مشكله اثناء الخروج بالكوره، لان دونجا لاعب مش جيد في الخروج بالكوره. بص فتوح فاتح الملعب خالص وواقف ناحيه الشمال كباك شمال صريح، وانا ما عنديش مشكله في ده. لكن اولا فتوح مش من اللعيبه اللي، وهجيب لك ده كمان تاثيره ايه دفاعيا، لكن فتوح مش من اللعيبه اللي بيقف قوي على الطرف وكده، وهقول لك ليه دلوقتي كمان شويه. وكمان اثناء الخروج بالكوره ما عنفناش، دونجا قاعد يدور الكوره يدور، ما عملناش اي حاجه بيها. بص دي صوره ثانيه، بص فتوح برده واقف ناحيه الشمال ومن الطرف لو انت واخد بالك، فهو لاعب خلاص بيلعب باك شمال صريح فاتح الملعب. خد بالك من دي، من الطرف كانه بنتايك مثلا هو اللي كان بيقف في الحته دي. لكن فتوح مميزاته ان هو كان بيضم نص الملعب يلعب لنا جيم الاستحواذ. تعال نشوف بقى ده اثر علينا ازاي بقى بالصور وبالحالات هجوميا ودفاعيا. يلا بينا. هبتدي باول حاله اتكلم على ازاي فتوح هو باك شمال اثر علينا، بس باك شمال صريح يعني قصدي واقف على الطرف، ان هو كده باك شمال كده كان بيضم لجوه. لكن ازاي دوره ده مع جروس هيبقى دور سلبي مع نادي الزمالك. انا بقول لك اهو من دلوقتي، الا بقى طبعا لو جبنا طارق حامد وجبنا ساسي وجبنا الشله خلاص هيبقى مفيش مشكله، لكن طول ما من اللعيبه دي لازم فتوح يضم من نص الملعب. تعال نشوف بقى ده اثر ازاي اثناء خروجنا بالكوره. الكوره مع حسام عبد المجيد، بص بقى الله يبارك لك على فتوح. فتوح بيعمل ايه؟ بيشاور لحسام لو انت تاخد بالك، بيقول له العب الكوره للونش. طب يا جماعه بالطبيعه يا جماعه في ماتشات جوميز اللي فاتت كلها، الماتش المصري مع احمد مجدي وكل الماتشات دي كان اللي بيحصل، كان فتوح بيضم نص الملعب يطلب هو الكوره من حسام، هو اللي يطلع بالهجمه. لكن فتوح هنا بص بيقول ايه؟ بيقول له حسام العبها للونش عشان الونش يديهاني وانا متطرف كباك شمال ناحيه الطرف مش في العمق. تقول ايه دليلك على الكلام ده جو؟ اقول لك شوف يا باشا بالصور، الكوره راحت من حسام للونش، الونش ملاش حد يديله غير مين؟ غير فتوح اللي طلب الكوره منه. بص بقى هنا فتوح متطرف، رغم انها كالعاده فتوح كان المفروض بيخش للعمق. اول ما فتوح جات له الكوره مش قادر يطلع بالكوره، انه متطرف جدا، مكان زي ده صعب تطلع منه. فايه اللي حصل؟ عبد الله نزل له. اول ما عبد الله نزل له فتوح لعب الكوره لعبد الله. عبد الله ما كانش فورمه قوي زي الماتشات اللي فاتت، فاللي حصل لاعب سيراميكا ضغط عليه، كان هيقطع منه الكوره ويروح انفراد. عبد الله لطش الكوره برجله كده راحت للونش، الونش ضغط عليه رجعها لعواد، عواد اتضغط عليه لعب كوره طويله راحت لمدافعين سيراميكا. حالات اهو طالما الضغط العالي بتاعهم او اثناء ما احنا بنطلع بالكوره فشلنا يبقى في مشكله حصلت. المشكله هي عدم دخول فتوح نص ملعب. بقول لك التحليل اهو، بقول لك اللي حصل وبقول لك اسبابه. اللي حصل ان احنا فشلنا في التحضير. ليه؟ بسبب عدم دخول فتوح لنص الملعب كعادته مع جوميز ومع اوسوريو، مش مع جوميز بس، هو اوسوريو هو اللي اكتشف فيه ده. عموما يعني فتوح مش من اللعيبه اللي بيفضل باك. ليه؟ عارف ليه؟ فتوح لعيب ذكي جدا ولاعيب قوي جدا، ولكن عنده مشكلتين، فتوح مش سريع وفتوح عرضياته وحشه. فهو اللاعب ده تيبيكال للاعب اللي بيلعب باك بيخش لجوه، بيسموه الباك المقلوب او ايا كان، سيبك من المسميات، المهم ان هو اللاعب الباك اللي بيضم من نص الملعب. دي مميزات فتوح، بيميل اكتر كلاعب. انا على فكره انا ممكن وجهه نظري العب فتوح نص ملعب عادي على فكره جنب دونجا، ما عنديش مشكله، وهتكلم على ده بعدين يعني. ولكن فتوح في المباراه دي لعب باك شمال صريح متمسمر في مكانه، ودي مشكله لان هو مش بيجيد السرعه ولا العرضيات، واحنا بقى عايزينه في الخروج بالكوره لان دونجا مش افضل حاجه في الخروج بالكوره، وكمان عبد الله ما كانش فورمه في الماتش. فمشكلتنا ان احنا كان لازم فتوح هنا. تقول يعني فتوح لو كان دخل في نص الملعب كان هيحل مشاكل كبيره اثناء الخروج بالكوره؟ طبعا هو حلها قبل كده، وبيعمل حاجه تانية، بيزق عبد الله لقدام، ودي بقى اللي المفروض جروس عايزها. واسمع بقى مني الله يبارك لك دي، عشان لازم جروس كمان يبقى فاهم ده والناس اللي معاه تبقى فاهماه. جروس بيحب الكثافه العدديه جوه ال 18، عكس جوميز ممكن بيميل اكتر ان انا امسك كوره في نص الملعب. فوجود فتوح في نص الملعب هيخلي عبد الله يزق كوره. يا جماعه امبارح عبد الله دخل جوه ال 18 شوطه جت جنب العارضه، الناس نسيت، فهو راجل بيخش وموجود. فدي الميزه اللي هتبقى عندك، ان انا هخلي عبد الله قدام، هخلي ناصر ماهر قدام، زيزو جوه، كل اللعيبه جوه ال 18. خدت بالك من دي؟ فوجود فتوح
مجرد حركه من فتوح في نص الملعب اثناء الخروج بالكره وجنبه دونجا هيخلي عندنا كثافه جوه ال 18 وكثافه عدديه في نص ملعب الخصم عموما. ما احنا معانا لاعبين افضليه، عبد الله وناصر بلس طبعا بقيه اللعيبه الوينجرز والمهاجم. شفت بقى؟ فالكوره زي دي مجرد تحرك لاعب لجوه هتفيد جروس برده، مش هتفيد جوميز بس ولا فادت اسوريو، لا هتفيد كمان جروس في اللي هو عايزه، الكثافه العدديه جوه ال 18. لان احنا ما عندناش طارق حامد يقدر يقف ويتمسمر ويعمل ترنات بجسمه ويطلع بالكره تحت ضغط، ما عندناش ده للاسف، فمضطرين نعمل ده. هل فتوح بقى، اسمع دي بقى عشان دي بقى بوم، هل وجود فتوح في الطرف اثر علينا دفاعيا؟ ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي. قبل ما اكلمك على خطا الدفاع الفتوح او مشكله فتوح دفاعيا في الباك الشمال الصريح ان هو متطرف، يعني دي صوره قدامك، ده دونجا اثناء تحضير الهجمه وهو بيطلع بالكوره مش عارف يطلع بالكوره. بص فتوح فاتح الملعب برده واقف كباك شمال صريح، ده ما كانش بيحصل في جوميز ولا مع اسوريو. بس بقول لك اهو، قلت لك حالات كتير عشان بس ما حدش يقول لي دي حاله ولا حالتين. الحاله والحالتين دي هو دخل فيه في نص الملعب مرتين بس او ثلاثه في طول ال 90 دقيقه. فتوح مع جوميز واسوريو كان بيخش ال 90 دقيقه نص الملعب في قلب الملعب. نيجي بقى للاهم بقى، ازاي فتوح وجوده كباك شمال صريح متطرف اثر علينا بسبب ان هو لاعب مش سريع. اسمع دي بقى الله يبارك لك عشان ده حاجه مهمه قوي. جزء من قوه فتوح في نص الملعب ان اثناء ما الكره بتتقطع مننا بيبقى وهو واقف يعمل ضغط عكسي لان هو واقف في قلب الملعب. طب اغلبيه اختراقات سيراميكا منين؟ من قلب الملعب، بدايه الهجمه يعني من القندوسي، من اللعيبه اللي حتى فخر لقاي كان بينزل لقلب الملعب بيطلع هو اللعيبه ويجريها، فدايما الخطوره بتبتدي من قلب الملعب، تروح بقى على الاطراف، تروح في ظهر الدفاع ايا كان، ومن الخطوره بتبتدي منين؟ من قلب الملعب. هنشوف بقى وجود فتوح في الطرف انه يسيب قلب الملعب اثر علينا ازاي. كره مع فتوح، اول ما جت الكره فتوح عمل ميس باس غريب وراحت الكره لفريق سيراميكا. لو انت واخد بالك بص وقفت فتوح، ده باك شمال صريح نادي الزمالك بيعمل دوره الهجومي متطرف عكس المرات اللي فاتت. اول ما جت الكره لعب سيراميكا لعب كرة في ظهر فتوح لمين؟ لإسلام عيسى. بص فتوح قدام يا جماعه، كل ده فتوح ما رجعش ان هو لاعب مش سريع زي ما قلت لك، خلي بالك من دي. اول ما جت الكره لإسلام عيسى بص بقى هنا مين اللي فاضي في نص الملعب؟ ده القندوسي. عاده ممكن دونجا يبقى واقف هنا او عبد الله واقف هنا وفتوح قدامه، او فتوح هو اللي ورا وعبد الله قدام فيكفر، لكن القندوسي لوحده. فاول ما جت الكره لاسلام ادى تمريره بالعرض للقندوسي. اول ما جت الكره القندوسي لمح اسلام بيتحرك فين؟ في المساحه اللي سايبها مين؟ فتوح. اللي قدام ده يا جماعه فتوح كل ده ما رجعش. انا في لعيبه كانت قدام رجعت وهو لسه، فبقول لك على فكره البطء. فتحرك اسلام عيسى في ظهر باك دفاع نادي الزمالك وفي المساحه اللي سايبها فتوح، وراح اسلام عيسى شاط، عواد صد الكره، ودي كانت هجمه خطر كانت ممكن تنتهي بهدف لسيراميكا. فوجود فتوح في نص الملعب يحافظك على حاجتين، على الاستحواذ انه بياخد الكره الثانيه بشكل ممتاز، ثانيا بيداري عيوب فتوح في الباك الشمالي الصريح، فكره البطء بتاع فتوح وكمان عرضياته السيئه. فانت هنا ارجوكوا يا جماعه، ارجوكوا اي حد مع الجهاز الفني يجرس يفهمه ده، ان الراجل مش سريع، عرضياته مش افضل حاجه، هو اللي بيعرف يظبط رتم نص ملعب الزمالك وبيزق عبد الله لقدام وناصر لقدام. يبقى انت هنا وجود فتوح في نص الملعب هيحافظ علينا اثناء الخروج بالكوره، هيدينا ميزه هجوميه بزياده عدديه في ال 18 بسبب زياده عبد الله وناصر وبقيه اللعيبه. تالت حاجه دفاعيا ان هو هيدافع كويس قوي في قلب الملعب وهنخرج بالكره اسهل. تخيلوا يا جماعه حركه لاعب، بس الفكره مش حركه لاعب بس، ان هو عنده المميزات دي. فتوح عنده مميزات نص الملعب الرقم 8 ممتاز فيها ولازم يلعب ده. لو اتطرف تاني وما عملش ده هتبقى مشكله، انا بقول لك هتبقى مشكله كبيره. الا بقى طارق حامد، انا لو هتجيب طارق حامد في يناير انا ما عنديش مشكله، وتجيب مهند لاشين نمره 6 بيراميدز ما عنديش مشكله. غير كده المشاكل هتبقى باينه وظاهره جدا. وفي حاجه ثانيه انه طبيعي هياخد وقت، الدفاع التسلل هياخد وقت، الدفاع متقدم هياخد وقت، منظومه الضغط العالي هتاخد وقت، كل ده هياخد وقت وده طبيعي جدا. نيجي بقى الكوارث مصطفى شلبي والنقد الايجابي ليه، مش الكوارث، النقد الايجابي ليه. بصوا يا جماعه شلبي مش بس مشكلته ان هو واقف على الخط والناس اللي بتتكلم، لا يا جماعه مش شلبي عنده مشكله اكبر بكتير، ان هو ما بيعرفش ياخد قرار في الملعب. ده انا قلتها قبل كده وبقولها لك تاني اهو، يعني ما بيعرفش ياخد قرار، يعني ما بيعرفش امتى يروح، امتى يمرر للجنب، امتى يباص لورا، امتى يشوط. دي مشكله، دي قرارات يا جماعه، امتى دافع، قرارات بتاعه اللاعب اهم من فكره وجوده على الخط. طب ايه بدليل على الكلام ده؟ الكره دلوقتي مع فتوح، مين اللي قدامه؟ ده شلبي واقف طبيعي كوينج، واقف قدامه مكانه. بصوا بقى هنا الطبيعي هنا شلبي هو 1 على 1، يعني لو الكوره جت هنا لشلبي، او لو انا سالتك سؤال ايه افضل قرار لشلبي هنا؟ لو جت له الكوره ياخد الكوره ويروح، تتقطع بقى يعمل باص يحاول يعدي ياخد فاول، بس ياخد الكوره يروح للثلث الاخير. ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ اول ما الكوره جت لفتوح مرر الكوره لشلبي، شلبي واقف بالعرض بطريقه ان هو انا هرجع الكوره لورا، والله كانه بيقول للباك اللي عليه او للاعب اللي بيدافع عليه ما تخافش انا هرجع الكوره، واقف بالجنب بطريقه معينه كده مستحيل ياخد الكوره ويروح. ففعلا اول ما الكوره جت لشلبي يرجعها لفتوح تاني. المصيبه بقى ان اول ما الكوره جت لفتوح برده شلبي كان واقف لوحده، فتوح عمل ايه؟ اداله باص بيقول له روح بقى. عارف اللي حصل؟ شلبي وقف على الكوره ورجعها تاني لفتوح لورا. لا ده انا هتشل
مش طبيعي لما انت كلاعب تيجي لك كذا مره تروح واحد على واحد او تروح تحاول تروح للثلث الاخير تصنع فرصه خطيره تروح مرجع الكوره لورا. ليه يا ابني؟ انت واحد على واحد، هو اللي عليك ده مديني مثلا وانا مش واخد بالي؟ مع احترامي الشديد لاي لعيب في الدوري المصري، لكن روح هتعدي، مفيش حد، انت عليك انت والباك خلاص يا سيدي. مش بقول لك هات جون، بس روح على الثلث الاخير اصنع، يمكن تيجي ركنيه، يمكن تاخد فاول، تلبسه انذار. مش ده يا جماعه شيء وارد في الكوره ولا مش وارد؟ فمشكله شلبي انه ما بيعرفش ياخد قرار. نفس الكوره جات له، يا ابني روح، رجع له ورا برده. انا فتحوا له روح، راح مرجعها له. فتحوا له يا ابني روح تاني، راح مرجعها له تاني. لا ده حاجه تشل. نيجي بقى اخر كوره معانا لمحمد شحاته، الكوره مع ناصر ماهر. ناصر ماهر كان المفروض في الكوره دي يرمي ثرو لزيزو بسهوله جدا، ولكن ناصر لسه تقريبا كان مصاب في الكوره دي يعني، او ما كانش في الفورمه، فعمل تمريره لشحاته. بص بقى هنا شحاته مش واخد باله ان زلاكا جاي في ظهره، ولا واخد باله ان زيزو قدام كان ممكن يميله من مره واحده هو الثرو. كان ممكن حاجات كتير جدا تتعمل. شحاته بس الاهم ان شحاته ما عملش سكان للملعب، مش واخد باله من هنا من هنا من هنا. الدليل ان اول ما الكوره جت لشحاته زلاكا يا جماعه حط رجله قطع منه الكوره على الواقف، خد الكوره منه. وبعد ما زلاكا قطع فوت بقى شحاته يخش كده بحته يعمل معاه فاول، يحاول يقطع الكوره، شحاته سابه وزلاكا خد الكوره اداها لزميله وخلاص يا جماعه، والهجمه راحت. وكانت هجمه ممكن تبقى انفراد للزمالك. هو خطا من البدايه من ناصر، كان ممكن يرمي لزيزو، لكن هو اداها لشحاته. على الاقل شحاته رجع الكوره بكعبك لناصر ماهر، كنت طلعت 2 لعيبه بره الجيم. ارمي ثرو انت لزيزو، حط جسمك قدام زلاكا، خد فاول زي اللي بيعملها طارق حامد وبيعملها لعيبه كتير جدا في الفريق، وبيعملها عبد الله ولاعيبه كتير. في ذكاء، لكن انت اصلا مش واخد بالك. ما هو النصيبه ايه؟ عارف هو امتى يحط جسمه ويعمل فاول وياخد فاول؟ عارف امتى؟ لو هو شايفه. هو مش شايفه، هو خد الكوره راح فكر نفسه بقى يجي. والله يا جماعه شحاته خد الكوره 3 4 ثواني عمال يمشي بالكوره. يا ابني انت مش شايف في ظهرك؟ هو مش شايفه، لكن هو لو شايفه من البدايه يا عم مش سامع صوت دبدبه؟ طيب مفيش حد بيجري وراك، سيبك من انت ما عملتش سكان يا عم، مش حاسس؟ ارمي الكوره قدام. كوره زي دي لو زلاكا كان مركز اكتر، انا بقول لك اهو، كان ممكن ياخد الكوره دي يروح بيها هو، لان كان طلع شحاته وناصر، وكان في 3 4 لعيبه من الزمالك قدام من نص الملعب يعني، كان بسهوله. انا بقول لك اهو كان ممكن تبقى هجمه خطر ليهم، بلس بقى الهجمات الخطر الكتير. في كوره ثانيه كانت لشحاته، دونجا بيديله باص بالعرض، سرح فجاه، الكوره عدت منه وراحت ب4 لعيبه في المرتده على 2. الكوره جت جنب العرض، زلاكا ضيع انفراد، نحمد ربنا، ولكن ده خطا لازم جروس يقول له عليه، ولازم هو نفسه يبقى عارف. لو هو شاف نفسه ان هو الله عليه لا، ولو زيزو شاف نفسه ان هو بيقدم بقاله فتره مستوى وحش لازم يبقى عارف ده. زيزو بقاله فتره مش حلو، والجزيري مش حلو، وكونراد مش حلو، وشلبي البقاء لله، في لعيبه كده. دونجا مش في الفورمه خالص بقاله فتره عموما، مش في المباراه دي بس. فلو اللعيبه مش عارفه ده تبقى دي مصيبه، ولازم يتقال لها بالفيديوهات. يا عم اقول لك وري له الفيديو ده، ولا لعيبه الفيديو ده، اقول لهم انت غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا، ومشكله الفريق وكل ده. كان فيديو سريع، مش سريع احنا طولنا قوي، معلش انا بطول احيانا في اللقطات، بس يعني حاجات بتبقى مهمه. فيديو لقطات ما خدتش بالك من لايك، شير، سبسكرايب. السلام عليكم.